مسا عليك يا صديقي الميلانيستا، وعودة مرة أخرى لحلقات هبد الميلان اللي بجمع لك فيها آخر أخبار ميركاتو الميلان. وبصراحة ميركاتو الميلان فيه كمية أخبار لازم إنك تعرفها. يعني أنت عارف إن خلاص ألفارو موراتا بنسبة كبيرة شكل الصفقة اتفقوا على كل شيء، والمفروض إنها هتتم بعد نهائي اليورو اللي على ما الحلقة دي تنزل لك هيكون نهائي اليورو يا بيتلعب يا إما هيبدأ بعد ساعة. بس بصراحة واضح إنه الميلان خلص الصفقة دي وبدأ يتحرك في صفقات تانية. صفقات تانية زي مين؟ انت عندك بقى اسماء غريبة اول مرة تسمعها، بافلوفيتش وفول جورج وحاجات غريبة جدا. ما تقلقش وما تتخضش، كل الاسماء دي هعرفك معلومات عنهم في حلقة النهاردة. فعشان كده عايزك تركز معايا في حلقة النهاردة، وعايزك بقى تفتح نفسي عشان احنا من النهاردة هتلاقي فيه نشاط غير طبيعي سواء في القناة دي او القناة التانية. فعايزك تدعمني وتفتح نفسي بلايكات كتير جدا، لايك كومنت شير سبسكرايب للقناة لو انت مش مشترك، وتفعل الجرس. وتعالى نشكر أصدقائنا اللي دعموا القناة خلال الفترة اللي فاتت. بشكرهم جدا جدا طبعا من قلبي على كل المجهود اللي بيعملوه علشان القناه دي تتطور اكتر واكتر، والفتره الجايه في تطور كبير قوي ان شاء الله هتشوفوه. فركز معايا كويس قوي وتعالى نبدا حلقتنا النهارده اللي هنتكلم فيها عن اخبار الميلان. ونبدا في البدايه بالاخبار الداخليه، تجديد عقود اللاعبين. وعندي ليك خبر مش عارف بصراحه هو هيفرحك ولا هيبسطك. المفروض ان احنا عارفين ان ديفيد كالابريا لغايه دلوقتي في مشكله في التجديد، ان وكيل اعماله عايز المرتب بتاعه يعلى والميلان رافض ده. الميلان عايز يجدد لكالابريا بنفس المرتب، وبالتالي المفروض منتظر لغايه دلوقتي انه يتقدم عرض تجديد العقد لكالابريا. حتى هذه اللحظه الميلان لسه ما قدمش اي عرض لتجديد العقد، وكالابريا باقي على عقده سنه هينتهي الصيف الجاي. فبدات تطلع اخبار بتتكلم على انه في احتماليه انه الميلان يفكر في بيع كالابريا الصيف ده، وفي سبب بيدعم الفكره دي هقوله لك كمان شويه. بس معلش احنا كجمهور الميلان يعني يفرق معانا تجديد عقد تيو هرنانديز ومايك مينيو اكتر من كالابريا. فايه اخر الاخبار في الموضوع ده؟ فبيقال انه دلوقتي تجديد عقد مايك مينيو بيتجهز، والمفروض ان عرض تجديد العقد او العقد الجديد هيتقدم لمايك مينيو والوكيل اعماله في نهايه الشهر الحالي، نهايه شهر 7، علشان طبعا يتم تجديد العقد مع نهايه الميركاتو زي ما قلت لك من كام حلقه. تفاصيل بقى العقد اللي هيتقدم لمايك مينيو لسه لغايه دلوقتي مش معروفه، ولكن تجديد عقد تيو هرنانديز فيه تفاصيل حلوه قوي هقولها لك. يعني بيقال انه تيو هرنانديز هيتقدم له عقد جديد، والعقد ده هيكون كالاتي: عقد طويل لحد 2029 بمرتب ما بين 6 ل 6.5 مليون يورو، يعني تقريبا هيتساوى مع اعلى واحد بياخد مرتبات في الميلان وهو طبعا رافائيل لياو. اداره الميلان واثقه جدا انه العقد الجديد اللي هيتقدم لتيو هرنانديز مستحيل يترفض، لانه بمنتهى البساطه هيبقى من الافضل داخل الميلان وهياخد اعلى المرتبات. فالمفروض انه العقد ده يرضي تيو هرنانديز وكيل اعماله ويبقى مقنع بالنسبه لهم ان على نهايه الميركاتو ده يتم تجديد العقد. وطبعا في كل الحلقات اللي جايه هفضل متابعك لو في اي اخبار ليها علاقه بتجديد عقد مايك مينيو او تيو هرنانديز. ولكن في عرض جاي من نيوكاسل للاعب ماليك تياو. كنا اتكلمنا عن الموضوع دوت من فتره والاخبار نامت شويه، فالناس توقعت انه خلاص نيوكاسل صرف نظر عن التعاقد مع ماليك تياو، انما في الحقيقه رجع تاني الاهتمام يتجدد مره اخرى، ونيوكاسل مهتم ان هو يتعاقد مع ماليك تياو. حتى هذه اللحظه الميلان مش عايز ان هو يفرط في اي قلب دفاع موجود عندنا. طب ليه بقى؟ لان من خلال التدريبات اليومين اللي فاتوا بان ان فونسيكا ناوي يعتمد على كالولو كباك يمين، وبالتالي عدد المدافعين قل، وبالتالي حاليا الميلان محتاج ان هو يتعاقد مع قلب دفاع. ففكره انك تتخلى كمان عن ماليك تياو هيخلي الميلان محتاج ان هو يتعاقد مع 2 قلوب دفاع. فالميلان مش عايز ان هو يدخل في السكه دي لان عنده اهتمامات تانية هنحكيها في الحلقه النهارده. طيب في اي اخبار تانية داخليه؟ بيقول لك يوفيتش ماله يا عم؟ يوفيتش مش خلاص اتجدد عقده والراجل مكمل معانا؟ هو مكمل معانا، وفي الحقيقه كلنا كنا قرينا اخبار الايام اللي فاتت انه الميلان عايز يتعاقد مع 2 مهاجمين الى جانب يوفيتش، يعني نبدا الموسم ب3 مهاجمين.
طيب لغايه دلوقتي الكلام ده جميل، بس الكلام ده مش عاجب يوفيتش قوي بصراحه، لانه الكلام ده ببساطه معناه ان اداره الميلان ما عندهاش ثقه في يوفيتش وفي قدرته ان هو يقود هجوم الميلان. فبالنسبه ليوفيتش وهو لسه 27 سنه الموضوع ده مزعله، وحاسس ان هو ممكن يبقى له فرصه في نادي افضل، وبالتالي اذا طلب ان هو يرحل ممكن اداره الميلان تفكر في انها تبيعه الصيف ده. وقبل ما اقول لك مين اللعيبه اللي ممكن الميلان يتعاقد معاها، خليني اقول لك شويه لمحات كده من تدريبات فونسيكا مع اللعيبه. احنا لسه بنبتدي، ولكن من خلال الصور اللي هعرضها لك تلاحظ ان الراجل مهتم بكل الجوانب. يعني هتلاقي ان هو بيتكلم مع اللعيبه بشكل فردي وبيديهم تعليمات بشكل فردي، وده شيء كويس جدا. فهو مركز على مستوى اللعيبه فرديا، الى جانب انك تحس ان في تمارين كتير بالكوره، وده معناه ان هو مركز برضو على المستوى الجماعي، ومن خلال المحاضرات بيدي تعليمات جماعيه اللعيبه تبتدي تطبقها بالتمارين بالكوره. فدي نقطه كويسه جدا، الى جانب انك تحس الراجل مهتم قوي بالعامل البدني، وبقينا بنشوف حاجات لاول مره بنشوفها في تدريبات الميلان. اخيرا يا جماعه ده اتضح ان بيولي ما كانش بيمرن اللعيبه، فيديوهات تمارين اللعيبه مع بيولي كانت دلع بصراحه. هي دي كوره. وطبعا على طول الراجل بدأ يطبق افكاره بفكره كالولو باك يمين اللي هو اتكلم عليها في المؤتمر الصحفي، بدأ فعلا ان هو ينفذها. وفكره كالولو ناحيه اليمين مع احتماليه رحيل كالابريا مع برضه احتماليه رحيل فلورينزي تقول لك انه الميلان فعلا محتاج يجيب باك يمين. وهنا نسأل نفسنا مين الباك اليمين اللي هيجي؟ طول الفترة اللي فاتت ما بنسمعش غير اسم واحد بس، وهو إميرسون رويال. في الوقت الحالي عندي ليك خبر إيجابي، وهو إن في احتمالية إن الصفقة دي ما تتمش. في داهية. الخبر اللي طلع عن الموضوع ده بيتكلم على إنه في نادي سعودي، لكن لم يذكر مين هو النادي. النادي ده قدم عرض ب20 مليون يورو لنادي توتنهام علشان يتعاقد مع إميرسون رويال، ولكن الخبر بيكمل وبيقول إن اللاعب لديه اتفاق مع نادي الميلان ومش عايز يكسره. أنا عندي سؤال، هو حد اتفق معايا يا جماعه؟ انا ما اتفقتش مع حد من حضراتكم اتفق مع إميرسون رويال؟ مفيش اي اتفاق يا باشا ما بيننا وما بين الميلان، وروح وربنا يوفقك. خلينا كده كميلان نخش ندور على باك يمين يكون افضل بصراحه، لانه كده كده الميلان هيتعاقد مع باك يمين. وبما اننا اتكلمنا عن تدعيم الخط الخلفي، فخلينا نتكلم عن تدعيم خط الدفاع او قلوب الدفاع. ومن هنا خلينا نبدا نتكلم عن المدافع بافلوفيتش، المدافع بتاع نادي سالزبورج. الراجل ده مدافع صربي عنده 23 سنة، طوله 194 سنتي، حاجة يعني ما شاء الله. ولكن من أحلى المميزات بتاعته إن الراجل ده بيلعب بقدمه اليسرى، مدافع أشول. أخيرا المدافع ده مرتبه مع نادي سالزبورج 700 ألف يورو، رقم ضعيف جدا. الميلان تواصل مع نادي سالزبورج، فنادي سالزبورج ادوهم الموافقة وما عندهمش مشكلة في إنهم يبيعوا اللاعب، فسمحوا للميلان إن هم يتفاوضوا مع اللاعب. الميلان لما تفاوض مع اللاعب عرض عليه ضعف المرتب، 1.5 مليون. فطبعا اللاعب مبسوط جدا وحابب جدا ان هو يخوض تجربته مع الميلان. الفكره كلها بقى انك دلوقتي بقيت محتاج تتفق مع نادي سالزبورج على قيمه الصفقه. يعني نادي سالزبورج طالب 30 مليون يورو، رقم عالي قوي في اللاعب، والميلان مش هيدفع الرقم ده. وبحسب ديمارزيو الميلان حاليا بيحضر عرض بقيمه 20 مليون يورو علشان يقدمهم لنادي سالزبورج. طيب كلام جميل جدا، تعال نطلع بقى على خط الوسط. في خط الوسط الميلان بدأ ان هو يتحرك في اتجاه يوسف فوفانا. الفكره كلها يوسف فوفانا مبسوط جدا ان هو يجي الميلان عشان يلعب جنب تيو هرنانديز ومايك مينيو، اصدقائه طبعا في المنتخب. والميلان كان قدم عرض كده ب 12 مليون زائد حوافز، ولكن العرض ده تم رفضه. ولكن نادي موناكو ما عندهمش مشكله في بيع يوسف فوفانا لان عقده هينتهي الصيف الجاي، فهم سمحوا للميلان ان هو يتفاوض مع اللاعب على الشروط الشخصيه، والميلان اتفق معاه على كل شيء. فالميلان رجع تاني لنادي موناكو وسالهم طب انتوا عايزين في يوسف فوفانا قد ايه؟ فقالوا لهم عايزين 30 مليون. تحس ان هو رقم ثابت في كل الصفقات اللي الميلان بيتحرك فيها، كل ما تروح تسال على اي لاعب يقول لك ب 30 مليون. انا بفكر ان احنا نروح نسال مانشستر سيتي هو هالاند يساوي كام، يمكن يقول لنا 30 مليون برضه، بس انا عارف وقتها فورلان هيقول لك لا مش هندفع اكتر من 20. المهم ما علينا، الميلان مش عاجبه ان هو يدفع 30 مليون في لاعب عقده هينتهي الصيف الجاي، فالميلان اقصى شيء هيدفعه هو 20 مليون يورو. والميلان عنده ثقه جدا في انه هيقدر يقنع نادي موناكو ان هم يخفضوا المطالب بتاعتهم ويوافقوا بعرض ال 20 مليون. نطلع بقى على خط الهجوم، وكلنا عارفين ان الفارو موراتا خلاص الصفقه تقريبا تمت، ولكن قبل
قبل ما نتكلم عن ألفارو موراتا خلينا نتكلم عن مين المهاجم التاني اللي الميلان بيفكر فيه. المهاجم ده طبعا وهو تامي ابراهام. الميلان لما اتكلم مع روما ما عندهمش مشكله ان هم يبيعوا اللاعب، فالميلان تواصل مع اللاعب واتفق معاه على كل شيء، واللاعب مبسوط جدا ان هو يجي الميلان. كلام جميل وكلام معقول. طب ايه اللي عطل الصفقه؟ اللي عطل الصفقه طلبات نادي روما. يعني طلبات نادي روما والارقام اللي هم طلبوها عاليه شويه، فالميلان فكر في ان هو يدخل لاعب في الصفقه. اول لاعب جه في دماغ الميلان وهو ساليميكرز، ولكن نادي روما رفض ساليميكرز وطلب اوكافور. الميلان حس انه لا، انا عايز اخلي اوكافور، مش عايز ان انا اطلعه، فرجع نادي روما بطلب من ديروسي، طلب اللاعب رايندرز. زي ما سمعت كده، روما عايزين رايندرز بدل تامي ابراهام. ده عن ضمه يا ادهم. وهنا الميلان على عكس رد فعلهم على طلب اوكافور، الميلان هنا رفض تماما الكلام عن رايندرز، لان هم شايفين ان رايندرز مستحيل ان هو يخرج من الميلان في الصيف ده، والميلان مش عايز يتخلى عنه باي سبب وباي حال من الاحوال. وهنا الميلان حس ان هو في طريق مسدود كده مع نادي روما، فقال لك تعالى نتحرج على اختيار تاني. الاختيار التاني ده وهو مين؟ وهو نيكلاس فولكروج. كاتنو الكركوت، كاتنو الكروكريكو. اي مكان. نيكلاس. مين هو نيكلاس بقى؟ نيكلاس ده هو مهاجم الماني بيلعب في نادي بروسيا دورتموند، عنده 31 سنه، والراجل طوله 189 سم. طيب ايه قصته الراجل ده؟ الراجل ده بصراحه هو مهاجم بروسيا دورتموند، ولكن لما دورتموند بيتعاقدوا مع اللاعب جراسي هو حس انه لا، انا كده مش هيبقى لي دور مع دورتموند، وبدات تحصل مشاكل شويه ما بينه وما بين النادي. فالميلان حابب ان هو يستغل المشاكل دي في انه يتدخل ويتفق مع اللاعب ويتفق مع النادي عشان يخلص الصفقه دي. والميلان شايف انه صفقه زي كده ممكن يخلصها باقل من 20 مليون، ولكن برضو لسه ملف مين المهاجم الثاني لم يحسم حتى الان، على عكس بقى الملف بتاع المهاجم الاول اللي هو موراتا. مش بقول لك المهاجم الاول يعني هو الاساسي، بس بقول لك ان هو اول مهاجم هنتعاقد معاه في الميركاتو. موراتا خلاص فابريزيو رومانو بياكد ان كل شيء تم والاتفاق تم، ولكن لسه الهيروي جو ما طلعتش، عشان بس يبقى كلامي صريح، يعني لسه ما فيش حاجه رسمي، ولكن الاتفاق ما بين النادي واللاعب تمه. وعايز اقول لك انه فابريزيو رومانو بلسانه بيقول لقد اقتربنا من خط النهايه. العقد بتاع ألفارو موراتا هيكون 4 سنين مع الميلان، الى جانب انه هياخد مرتب 5 مليون يورو. وبحسب الاخبار واللي اكدها كمان فابريزيو رومانو ان الايام اللي فاتت كان فيها اتصالات ما بين زلاتان ابراهيموفيتش وما بين اللاعب علشان يقنعه بالمشروع ويقنعه ان هو يجي للميلان، والراجل كان مبسوط جدا بفكره ان هو يجي الميلان وحابب العوده الى ايطاليا. انا بس سؤالي هو ازاي قدروا يعملوا كده ومنتخب اسبانيا هيلعب النهائي بعد كام ساعه؟ على ما انت تشوف الحلقه هيكون بيلعب النهائي اصلا. لا ده واضح ان احنا جامدين قوي يعني. المهم الاخبار بتكمل وبتقول لك ايه؟ بتقول لك انه احتمال كبير انه الفحص الطبي او الكشف الطبي هيتم بعد نهائي اليورو بيومين، يعني ممكن يبقى خلال الاسبوع القادم او الاسبوع اللي بدأ يعني دلوقتي. بعد انتهاء اليورو على طول هيعمل الفحوصات الطبيه وبعد كده هيطلع الاجازه بتاعته. لسه لغايه دلوقتي ما تمش التحديد هل الفحوصات الطبيه تحصل في ميلانو ولا ممكن يعملوها في مدريد. المهم ان بنسبه كبيره الصفقه دي تمت. طيب كلنا يمكن او في ناس كتير مننا ممكن يكون مش عاجبها الصفقه دي، ولكن فابيو كابيلو النهارده بيأكد على اهميه الصفقه دي. فابيو كابيلو بيتكلم على ان ألفارو موراتا هو الاختيار الصحيح في مركز المهاجم للميلان، وانه اخيرا الميلان حسم مركز رقم 9، وانه جاب لعيب فعلا هو ده اللي الميلان محتاجه. وقال ان هو تابعه على مدار اليورو وشايف ان هو مهاجم تحركاته ممتازه، الى جانب ان هذا المهاجم يقدر ان هو يضيف كتير قوي للاجنحه اللي موجوده في الميلان، ورافائيل لياو تحديدا ممكن يستفاد من وجود ألفارو موراتا. ده كان راي فابيو كابيلو. عموما يعني خلينا نستنى ونشوف الصفقه دي لما تيجي هتنجح ولا لا، ولكن في النهايه حابب اقول لك ان دي كانت الاخبار اللي عندنا، وعايز اعرف رايك فيها. تفتكر الصفقات دي هتتم ولا لا؟ وايه رايك في الصفقات دي؟ هستنى اشوف رايك تحت في الكومنتات، وبتمنى من كل قلبي تكون الحلقه عجبتك. وفين دعمك بقى يا معلم؟ لو لسه ما دوستش لايك يبقى عليك حق، لازم تدوس لايك دلوقتي. الحق نفسك من المشاكل عشان هكتب اسماء اللي مش هيدوس لايك. فلايك، كومنت، شير، سبسكرايب القناه لو انت مش مشترك، وتفعل الجرس. وفي النهايه بتمنى ان احنا ما ننساش الدعاء لاهلنا واخواتنا وحبايبنا اللي محتاجين لدعواتنا، سواء كانوا في السودان او في سوريا او في لبنان او في اليمن او طبعا في فلسطين. وبس كده، اشوفكم في حلقات جايه كتير وفي لايفات جايه كتير. سلام.